المحور الثالث هو البطاقة التموينية. البطاقة التموينية تم إطلاق برنامج البطاقة التموينية. طبعا رابط تثبيت البرنامج راح اترك لكم اياه بالتعليقات. تثبت البرنامج، راح تفتح البرنامج، راح تتفاجأ انه موجودة محافظة واحدة وهي محافظة واسط. ليش محافظة واسط؟ طبعا البرنامج افتتح بشكل تجريبي على محافظة واسط، راح يتم غلق البرنامج لمدة شهر وغلق البرنامج في محافظة واسط. ورا محافظة واسط راح يتم فتح 4 محافظات عن طريق البرنامج. تقدر واللي مربوط بالبطاقة الوطنية الموحدة تقدر إضافة وفرز وتأشيرة وفاة وجميع الحالات الحياتية اللي كانت متوقفة بالبطاقة التموينية تقدر تسويها عن طريق البرنامج. ورا هاي الأربع محافظات، ورا معالجة خلينا نقول المعوقات اللي موجودة بالبرنامج، سيتم إطلاقها في جميع محافظات العراق. طبعا تثبيت البرنامج وشرح البرنامج تابعونا بهذا المقطع. حتى نثبت برنامج البطاقة التموينية الإلكترونية نفتح برنامج سوق بلاي، نكتب بالبحث البطاقة التموينية الإلكترونية، راح يطلع لنا هاي الأيقونة البطاقة التموينية. نثبت هذا البرنامج. طبعا أنا مثبت البرنامج، راح أذهب مباشرة إلى فتح البرنامج. هاي واجهة البرنامج، مكتوب إنشاء حساب، تسجيل دخول. اقرأ الملاحظة المهمة. إنشاء حساب. لإتمام عملية إنشاء حساب في تطبيق البطاقة التموينية يرجى توفير البطاقة التموينية الخاصة بكم والضغط على خيار متابعة لاستكمال الإجراءات. نجي نضغط على خيار المتابعة، راح تطلع لنا هاي الحقول اللي لازم نمليها. راح نتفاجأ أنه من نضغط على المحافظة موجود فقط محافظة واسط، وأنا مثل ما قلت لكم أنه البرنامج فتح تجريبي في محافظة واسط، راح يستمر لمدة شهر. بعدها راح يفتح في 4 محافظات، وبعدها سيعمم على جميع محافظات العراق. طبعا المركز التمويني، نختار المركز التمويني لا على التعيين. رقم البطاقة التموينية، ندخل من البطاقة التموينية رقم الوكيل الغذائية رقم ذني المعلومات كلها موجودة في البطاقة التموينية. وراها نضغط إرسال، راح يتم تسجيل وفتح الحقول اللي من خلالها نقدر نضيف ونفرز ونحذف جميع البيانات اللي نحتاجها بالبطاقة التموينية. هذا كل ما يخص برنامج البطاقة التموينية.